لو انا اضطريت ان انا اروح عند حد وما عنديش المحلول فنمت بيها، او انا بحط مكياج والعدسه جوه عينيا. هم الاثنين النوم بيها برضو كارثه. كل ده غلط. كارثه. ما ينفعش انام بحاجه جوه عينيا، دي اكنها يعتبر كده زي فورين بادي. هي المفروض ان هي مفتوحه علشان الاكسجين يدخل، ومع انها تعمل ليميتيشن للاكسجين بس ستيل في اكسجين بيدخل. لكن ابقى مغمض عيني وحطيتها جوايا، لا طبعا دي برضو اسوأ حاجه يعملها اللي بيلبس عدسات. بتاثر عليا بايه بقى؟ يعني انا حصل لي التهابات، حصل لي بعد كده اقوم واخده محلول او قطره والدنيا تهدى وارجع تاني البسها. لا هو كان لينا عندنا رصيد، يعني نقول في رصيد في عينينا. يعني التهاب مره، ثم التهاب تاني، ثم التهاب تالت، بيحصل حاجه اسمها زي تليفات. ثم ممكن بعد الشر على القرنيه يحصل تقرحات. التقرحات دي هي الطبقه اللي هي اول طبقه خالص على القرنيه، احنا بنسميها الابيثيليوم. لما بتقعد تتجرح كذا مره، ربنا سبحانه وتعالى بيخلي جسمنا لما بيحصل فيه جرح كذا مره بيعمل حاجه اسمها فايبروبلاست، يعني ماده قويه علشان ما يحصلش التجريح دوت. ولكن دي مش حلوه للقرنيه، لان القرنيه لازم تبقى شفافه. ربنا خلقها بدون اوعيه دمويه، بدون اي حاجه، عشان تفضل شفافه عشان نعرف نشوف بيها كويس.